السيسي اللي ضرب المسيرة هيدفع الثمن غالي. تحقيقات على أعلى مستوى للوصول للمنفذ، ومصر تجهز للرد دون الانجرار للحرب، والمتهمون 4. من اللحظة الأولى للهجوم على سفينتين في ميناء دمياط اتشكلت خلية أزمة من كل الجهات السيادية للتحقيق في الحادث تحت إشراف ومتابعة الرئيس السيسي. ومن قلب الأوكتاجون رجالة مصر بيتحركوا عشان يحددوا اللي ورا ضرب المسيرة، ودايرة الاشتباه بتدور حوالين 4 أطراف. المتهم الأول إسرائيل، اللي ممكن تكون عايزة تجر مصر للحرب ونفذت الضرب عشان الكل يتهم إيران، وبكده يبقى مصر لازم ترد على انتهاك السيادة. لكن في نفس الوقت إيران في دايرة اتهام، ومش مستبعد ان أطراف جوه الحرس الثوري يكونوا ورا العملية، خصوصا ان في مصدرين من إيران اتكلموا لصحيفة نيويورك تايمز وقالوا الهجوم رسالة اننا قادرين نعمل أزمة طاقة على مستوى العالم كله، وزي ما ضربوا منشآت طاقة في الخليج ممكن يوسعوا دايرة الاستهداف لحد مصر. وخلال الحرب الأخيرة إيران ضربت منشآت طاقة في دول حليفة وصديقة ليها وبتساعدها زي قطر وسلطنة عمان، وحاولت تستهدف تركيا بصواريخ رغم العلاقة القوية بينهم. فمش مستبعد انها تكون ورا ضربة ميناء دمياط، خصوصا ان الوضع الداخلي هناك منقسم تماما، وفي اطراف من المتشددين والحرس الثوري عايزين المنطقة كلها تولع وضد اي مفاوضات. ومش عايزين ننسى ان الايرانيين مش عاجبهم وقوف مصر مع الاشقاء في الخليج، وانزعجوا لما الرئيس السيسي بعت مفرزة من القوات الجوية لمساعدة الامارات في صد الهجمات. ورغم ان مصدر مجهول في الخارجية الايرانية نفى في تصريحات لصحيفة لبنانية استهداف مصر، الا ان الخارجية عندهم ملهاش أي علاقة ولا عندها معلومات عن العمليات العسكرية. بالعكس، الدبلوماسيين الإيرانيين بيشتكوا إن الحرس الثوري وأطراف متشددة بتبوظ أي اتفاق بيعملوه. والمتهم الثالث في الضربة هم الحوثيين في اليمن، وعندهم قدرات عسكرية يعملوا عملية زي دي بتوجيه من إيران، والهدف هو تهديد العالم بنظرية الأرض المحروقة، يعني باختصار يا نعيش كلنا يا نموت كلنا. واخيرا الضربه ممكن تكون اتنفذت من حزب الله في لبنان، ونفس الحكايه، الحزب عنده مسيرات تقدر تقطع مسافه وتوصل لميناء دمياط وتضرب السفينه، ومن المحتمل انهم نفذوا العمليه بامر من الحرس الثوري. لكن مصر لحد دلوقتي مش بتتهم اي طرف، ورجالتنا بيحاولوا يجمعوا معلومات مؤكده عن مسار المسيره قبل ما يكون الاتهام رسمي. وطبعا في ناس بتسال سواء بحسن او بسوء نيه ازاي المسيره عدت من الدفاع الجوي المصري. والحقيقه ان سلاح المسيرات مجنن العالم كله، ودول عظمى مش قادرة تواجهه، وروسيا بتعيش أيام سودة بسبب المسيرات الأوكرانية، والأمريكان قواعدهم بتتضرب بمسيرات رغم وجود أقوى منظومات الدفاع الجوي، وكذلك دول الخليج اللي عندها أحدث دفاعات جوية وبتنسق مع الأمريكان. يعني المسيرات قادرة تتجاوز أي منظومة دفاع جوي مهما كانت معقدة. وعشان كده كل الخبراء العسكريين بيقولوا إن الحروب الحديثة هي حروب المسيرات.